هل المبادئ هتاكلك عيش؟ بص انا هرد لك على السؤال على طول، لا المبادئ ما بتاكلش عيش. كنت في سيشن في كورس فريلانس، المحاضر قال جمله كانت غريبه جدا بالنسبه لي، قال شيل الايديولوجيات بتاعتك كلها على جنب. ساعتها انا قلت ايوه يعني ايه اشيل ايديولوجيات على جنب، وايه الايديولوجيات ديت يعني ايه؟ قال من الاخر عشان تبقى بيزنس مان بجد او عشان تشتغل بجد محتاج ان انت تشيل كل ايديولوجياتك على جنب. طب ما تيجي الاول نفهم هو ايه الايديولوجيات، يعني ايه ايديولوجيات اصلا؟ بص الايديولوجيات ملهاش معنى ثابت، بص هي رؤيه شامله للعالم او ثقافه او عادات او طقوس انت بتعملها او عقيده سياسيه او حزب او اي حاجه تكون كيان او تكون حاجه اشخاص معينه هي اللي بتؤمن بيها. بتستخدم احيانا كلمه ايديولوجيات ممكن تستخدم في النطاق السلبي او النطاق الايجابي عادي جدا. انا ممكن اقول لك ايديولوجيه تكون سلبيه او ايديولوجيه ايجابيه، مش معنى ان انا اقول لك ابعد عن الايديولوجيات يبقى الايديولوجيه معناه ان هي حاجه وحشه. في انواع كتيره جدا بقى من الايديولوجيات، الليبراليه، النازيه، الشيوعيه، العولمه، الراسماليه، الاشتراكيه، الاسلاميه، الصهيونيه، النسويه، الذكوريه، العنصريه، الانسانيه، الوجوديه، البيئيه، الانعزاليه، وكتير جدا منهم. طبعا انا مش هخش في تفاصيل لانك عادي جدا ممكن تفتح اي فيديو يشرح لك كل ايديولوجيه لوحدها، بس ببساطه شديده جدا كل اللي انا قلتهم دولت ان بيبقى في كيان معين ليه فكر معين، ليه ممكن طقوس معينه، ليه توجهات معينه سواء كانت سياسيه بقى، دينيه، ثقافيه. طيب الايديولوجيات دي بقى هل انا اقدر ابقى مثلا في ايديولوجيه معينه وما يبقاش باين عليا؟ في الطبيعي لا، مستحيل ان انت تبقى في ايديولوجيه معينه وما يبانش عليك. ليه؟ لان زي ما اقول لك ده بيبقى فكر، ده بيبقى طقوس، ده بتبقى حاجات انت بتعملها، فطبيعي لو انت في ايديولوجيه معينه او توجه معين هيبان عليك. فاللي بيحصل في الواقع في الشغل، في العلاقات، في الفلوس، لازم بيبان الايديولوجيه بتاعتك طالما انت بتبان شخصيتك العاديه. نرجع لموضوعنا تاني. في اول خالص لما قلت ان في الكورس قال لي ابعد عن الايديولوجيات خالص، ما تظهرهاش في الانترفيو، ما تظهرهاش في شغلك اصلا. ليه بيقول كده؟ ببساطه شديده جدا اي ايديولوجيه ليها المنافي ليها. يعني ايه؟ يعني لما مثلا ايديولوجيه اسلاميه مثلا او ايديولوجيه شيوعيه او كده ممكن يكون مثلا عكسها ايديولوجيه الحاديه، فاهم؟ فممكن اللي قدامك اللي في الانترفيو مثلا الاتش ار يكون ليه ايديولوجيه عكس الايديولوجيه بتاعتك، فلو انت عكسه طبيعي جدا هيكرهك. مش بس هيكرهك، ده هو اصلا هيبقى فكره ان انت عكسه تماما، انت مش شبهه. فهو في الكورس كان بيقول لك لا انت حاول على قد ما تقدر تبان، ولا تبقى معاه ولا تبقى ضده، وانت ما عندكش اصلا توجه، ما عندكش حاجه. طبعا حد دلوقتي هيقول لي طب ما انا ممكن الايديولوجيه بتاعتي تبقى معاه وكده، ما هو انت بتلعب نسبيا، لا انت مش طبيعي ان يعني نسبيا لا عادي ممكن كده جدا تبقى مش انت شبهه، تبقى الايديولوجيه بتاعتك مش زي الايديولوجيه بتاعته. طبعا لما قال لي ابعد عن الايديولوجيات كان يقصد كمان مظهرك بقى، كلامك، افكارك، اي سؤال بيساله لك حاول ترد عليه برد عادي نورمال طبيعي ما يبانش فيه اي ايديولوجيه. وعشان تعرف كمان الحوار ده بيأثر جدا في الشغل، في الفلوس، في كده هتلاقي كتير من المشاهير كتير جدا بيبقى عندهم ايديولوجيات معينه، يا اما بيخفوها تماما. يا عم ده لما بتسال واحد انت اهلاوي ولا زملكاوي ما بيرضاش يقول، عشان لو قال اهلاوي الزملكاوي يزعلوا. طب زملكاوي، فاهم وصلت لايه؟ فالايديولوجيات اللي هي المهمه قوي او الكبيره لا ساعات ممكن جدا يا اما ما يقولش يا اما يقول عشان يكسب الطرف ده. زي دلوقتي مثلا اللي هم الاجانب او حاجه مثلا مشهور يقول لك انا مع المثليه او مع الشذوذ او كده. تفتكر ليه بيعمل كده؟ مش حبا، هو ممكن يكون حبا بس كده يبقى بايظ، بس هو في العادي ما بيبقاش حبا، هو بس عشان ايوه الفئه المعينه ديت ايوه هتحبني. واحد مثلا يقول لك انا مع البشره السوداء، طب ليه مع البشره السوداء؟ هي حاجه عاديه، لا بس كده بتوع البشره السوداء كلهم هيحبوني. فالحوار مش بس مختصر على الشغل انا وانت وكده، لا هو الحوار كبير جدا. طيب حتى انا هيقول لي يا اسطى طب ما في ايديولوجيات بتبقى على مستوى الدوله، يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا ايديولوجيتي اسلاميه مثلا، طب ما في 95% يا اسطى في مصر هيقول لي تمام يعني ليه ما باينهاش؟ يعني ليه 5% دول إيه؟ اعمل اعتبار ال 5%. ببساطه شديده جدا في الكورس قال لي انت بتحاول ب100% ان انت تحاول ما تغلطش ولا غلط، ان انت تحاول على قد ما تقدر تتقبل. انا هديك يعني حاجه غريبه جدا، كان بيقول لي في الكورس حاول ما تبينش في موقع الفريلانس ان انت مصري. قلت له ليه؟ يعني عادي، يعني انا عارف ان هي مش حاجه يعني بس عادي يعني مصر يعني، فاهم؟ قال لي ببساطه ممكن اسرائيل يحب يشتغل معاك. يا عم انا نفسي مش هحب اشتغل معاك. لا انت لازم تخلي نسبه 100% ان انت ما يبقاش عندك اي غلطات. نرد بقى على سؤال مهم جدا، هو فعلا الايديولوجيه ليها عامل كبير جدا في شغلك، في فلوسك، في كده؟ بص هي اكيد ليها عامل كبير، بس اول ما تلغي ايديولوجيتك او توجهك تلغي شخصيتك، انت بتلغي كيانك انت. يعني معلش قال لي مثال تاني مثلا ان انا ابقى شايل دقني، فاهم؟ هشيلها خالص وبتاع عشان هيبان عليك ان انت ايديولوجيه بقى مش عارف سلفيه وبتاع. قلت له انا كده، ما دي يعني مثلا انا كده عامل ايه؟ يقول لك لا طب واللي قدامك بقى يعني لما يتضايق بقى نعمل ايه؟ فاهم؟ فمن الاخر انت بجد بتدور على ان انت يبقى عندك شخصيه وعادي هتتعب شويه في ان انت تلاقي شغل او كده، ولا انت بتمحيها تماما وكده كده اصلا زي ما قلت لك النسبه بتبقى صغيره جدا انك تترفض. يعني الناس اصلا اللي بيتكلموا في الايديولوجيات او كده بجد بتاع ناس مش بتاعت شغل، فاهم؟
اللي بتاع شغل ما بيبقاش فارقه معاه الحاجات دي، فارقه معاه ان انت شاطر ولا لا في الحته دي. كل دوت رزق وكل دوت مكتوب لك. فكره ان انا مثلا الغي حاجات معينه في شخصيتي عشان بس اللي قدامي ما يحسش ان انا غريب عنه او كده، دي فكره غريبه جدا. وبصراحه انت مش بس بتلغي شخصيتك، انت بحسك ان انت انسان آلي، فاهم؟ انت ما عندكش فكر، ما عندكش توجه. انا عايز اسالك برضه سؤال مهم قوي في الاخر، هل انت شايف ان لا يا عم امشي ورا مبادئي ورا توجهاتي يا عم ورا شخصيتي، ولا الدنيا محتاجه مرونه شويه، محتاجه فاهم ان انت تتغافل شويه عن بعض الحاجات اللي انت بتؤمن بيها؟ كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب